السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. نتمنى هذا الفيديو انه يلقاكم في احسن الاحوال والظروف. هذا الفيديو هذا اللي هو عبارة عن جينواز اللي تنحتاجوها في لي كيك واللي تنحتاجوها في حلويات عيد ميلاد. غنحتاجوا لها واحد الخمسة ديال البيضات، فانا ما غنفصلش البيض على الصفر. عندنا هنا واحد الخمارة، عندنا هنا كاس ديال الدقيق ديال الفورس، وعندي هنايا واحد الكاس ديال المايزينا او النشا، وعندي هنا كاس ديال سكر سنيده. والسكر فهو تيبقى حسب الذوق. هنا غادي نديرو العجانه او الخلاط الكهربائي، فغادي ندير فيها دوك الخمسه ديال البيضات. فغادي نخلط هذا البيض هذا. بعد ما يتخلط مزيان غنبقى نضيف له السكر شويه بشويه. فهذاك الكاس غادي نضيفوه على مراحل، فنضيف شويه بشويه حتى نكمل داك الكاس. صافي هنايا ملي كملت داك الكاس ديال السكر، فانا غنعلي درجه الدوران ديال الخلاط الكهربائي او العجانه، فخاصها تكون اعلى درجه باش دغيا تيطلع داك البيض. دابا انا الخليط ديالي ولا بحال الثلج. هنا باش نعرف الخليط راه هو على القياس ديالو، فتناخذ بالسباتول وتندير واحد الخطوط على الوجه ديال الخليط. الا هو يعني ساح مع الخليط راه هو باقي خصو يتخلط. الا بقى ليا واقف واحد شويه يعني بقى معطل عاد نسجم، راه هو الخليط ديالي هو هذاك. هنا انا غادي نغربل واحد داك الكاس ديال الدقيق مع الكاس ديال المايزينا، فغادي نغربلهم واحد المره او جوج باش يتهوى داك الدقيق ما تيبقاش مدكس على بعضياته. غنزيد هنا الساشيه ديال الخماره، او ممكن انني ندير معلقه ديال الخميره اللي عندي على الخميره ديال العبار. صافي غادي نغربل كلشي باش ينسجم ليا الدقيق مع مايزينا مع الخميره. هنا غادي ناخذ داك الخليط ديال البيض مع السكر، وهنا كيف شفتوا فراه تغربلت الدقيق في الاول، ولكن في نفس الوقت ملي تنبغي نضيفو على السكر والبيض فتنعاود نغربلو في الصفاي باش ما يعاودوش يجيوني دوك الكويرات في الخليط. صافي هنايا فتنخلط من الاسفل الى الاعلى وفي اتجاه واحد، فما نبقاش نخلط كل مره اليمين مره اليسار، فتنخلط تخليطه على جهه واحده. صافي هنايا غادي نكمل الخليط على هذا الشكل هذا مع اضافه الدقيق مره مره. ودائما كيف قلت لكم في الاول تنخلط من الاسفل الى الاعلى، وحتى داك الوسط ديال الاناء اللي انا تنخلطو فيه، فحتى هو احيانا تيشد فيه الدقيق ما تيتخلطش مزيان، فنحاولوا اننا نجبدوا الخليط من التحت. فانا فقط سرعت الفيديو، ولكن خليت المراحل كامله ديال اضافه الدقيق كلها في الفيديو. هنايا فغادي بعد ما خلطت الخليط ديالي غنكون خديت واحد المول اللي هو تيتحل. فرشت له واحد البابي كويسون. فالمول تيبقى على حساب الحلوى اللي انت بغيتي ديري، يا اما مستطيله يا اما مربعه يا اما دائريه. فانا بغيتها دائريه فدرت هذا المول اللي هو دائري. تنقطع الزوائد ديال بابي كويسون اللي هما في الجوانب، من بعد تنغبر المول بالزبده، تندهنو بالزبده وتنغبرو بالدقيق. صافي هنا تنفرغ الخليط ديالي في المول. تنخبط شويه الحاشيات اولا تنحرك داك الخليط باش يتقاد لي كامل يجيني مستوي. صافي دخلتها الفران على درجه الحراره ديال 180 او 200. فما يكونش الفران سخون بزاف من الاول، فنديرها فيه على فران اللي هو يكون غير دافي ما يكونش سخون. صافي هذه كيف شفتوا هذه هي الكيكه ديالي اولا جينواز. فملي تنضغط عليها فهي تتعاود تطلع فتجي في شكل اسفنجي. فتنصح البنات انكم ديروها. تنحتاجوها بزاف في الحلويات ديال اعياد الميلاد او في حلويات اخرين. تنتمنى هذا الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دعم القناه باللايكات والاشتراك، والى فيديو قادم باذن الله.